احنا متفقين ان في سكر عصبي، في قولون عصبي، في ضغط عصبي، مشاكل المعده مرتبطه بالعصبيه، مشاكل القلب، مشاكل الجلطات بتاعه المخ. واضح كده ان احنا كبني ادمين، معلومه يعني، بنتاثر بالعصبيه او التوتر. طب انت ليه مستغرب ان مشاكل العمود الفقري والفقرات والغضاريف والاعصاب تتاثر بالتوتر او بالعصبيه او بالحاله المزاجيه؟ ده طبيعي. وانا متفهم برضو ان احنا عايشين في الدنيا، ما انا عايش معاك في نفس الدنيا. خلقنا الانسان في كبد، ففيها معاناه وفيها تعب وفيها توتر وضغط عصبي ومسؤوليات. بس برضو المفروض انت توافقني ان احنا كبني ادمين بنجتهد وبنحاول في الدنيا ان احنا نعيش بالحد الادنى من التوتر، او بنتجنب الحاجات اللي بتعصبنا او بتوترنا او بتضايقنا، مش بس عشان خاطر مشاكل الاعصاب، لا، عشان خاطر انبسط بحياتي، عشان خاطر انا هعيش مره واحده. يعني سنه 25 لو قضيتها في عصبيه وتوتر وشد عصبي، مفيش حد هيجي اخر السنه يقول لي معلش حضرتك انت ما اتبسطتش السنه اللي فاتت دي معانا فاحنا هنعيدها لك تاني، فهتعيد تاني سنه 25. مفيش كده، ده ما بيحصلش. فبالتالي انا بحاول استمتع بكل يوم لوحده، ده نعمه من ربنا. في حد امبارح مات ما طلعش عليه يوم جديد، انا طلع عليه يوم جديد، ده هديه المفروض ان انا استخدمها واستغلها، واحاول اعيشها باقصى قدر من السعاده والانبساط، وباقل قدر من التوتر ومن الشد العصبي على قد ما اقدر طبعا. وزي ما بنقول دايما، افتكر انك هتعيش مره واحده، حاول تعيشها بصحه وبسعاده على قد ما تقدر. افتكر دايما ان الامل موجود. والسلام عليكم.